السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مجددا في عز الحدث الذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث ونتواصل فيها مع أصحاب الشأن لإيضاح صورة للمتابع الكريم. الحدث اللي بنتكلم عنها اليوم اللي تداوله ناس كثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى مملكة تايلاند. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلي الآن المقدم طلال بن عبد المحسن الشلهوب المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات. مساك الله بالخير مقدم طلال. مساك الله بالنور أخوي ومشاهدي عز الحدث. الله يطول عمرك. مقدم طلال، اليوم صارت أخبار كثيرة عن السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى مملكة تايلاند، ما مدى صحة هذه الأخبار طال عمرك؟ رصدت المديرية العامة للجوازات عبر إدارة العلاقات والإعلام كثير من الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ردنا أن تايلاند من الدول ممنوع السفر إليها على مواطني المملكة العربية السعودية، وتم الإعلان عن ذلك سابقا من قبل الجهات المعنية. جميل. مقدم طلال، بتسمح لي، ايش العقوبة طيب المترتبة على الناس اللي تخالف هذا الموضوع او اللي تسافر الى وتدخل لمملكة تايلاند من دون الختم؟ صحيح، بعض الأشخاص المواطنين يسافر ويتوقع أنه إذا ما ختم جوازه أنه راح يفلت من النظام وتطبيق العقوبة. جميل. لدينا في المديرية العامة للجوازات عدة طرق لكشف الأشخاص الذين قاموا بالسفر إلى دول ممنوع السفر إليها جميل. ولم تختم جوازات سفرهم، ويعاملون هؤلاء بموجب نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية يترتب عليهم أما الغرامة والمنع أو المنع فقط أو الغرامة أو بهما معا. يعني ممكن تكون كل العقوبتين تطبق على الشخص نعم، ربما تكون المخالف. العقوبة حسب اللجنة التنفيذية، اللجنة والمختصة التي تدرس الموضوع وتقوم بالتحقيق مع صاحب المخالفة والمرئيات وكل ما يتعلق بتلك القضية. جميل جدا، يعطيك ألف عافية مقدم طلال. يعافيك ربي، شاكر لكم. الله يطول عمرك، شكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم. كان معنا المقدم طلال بن عبد المحسن الشلهوب المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، الذي أكد بأنه لا صحة لأخبار أو الأخبار التي تناقلها الناس اليوم بالسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى مملكة تايلاند، وأعطانا أيضا نص العقوبة المترتبة على الشخص المخالف. هذا الحدث اللي حبينا نوضحه للناس اليوم ونضع المشاهد الكريم فيه في الحدث. نلتقي إن شاء الله في أحداث قادمة عبر عز الحدث. مسونا على خير.